بيبدأ الفيلم مع قبيلة من الهنود الحمر اسمهم الأوسيج، وهم بيعملوا طقوس سحرية علشان يخرجوا البترول من الأرض. وفعلا بعد ما بيخلصوا بيكتشفوا بير بترول بينفجر في المكان، والسكان بيفضلوا يحتفلوا وبيكونوا فرحانين جدا بيه. وبنعرف إن بسبب البترول في الفترة دي كانت قبيلة الأوسيج هم الأعلى دخل للفرد في العالم، وقدروا إنهم يشتروا مجوهرات غالية وعربيات فخمة، وكل الأمريكان البيض كانوا بيشتغلوا عندهم. وفي الوقت ده بنشوف واحد اسمه أرنست وهو لسه واصل عند أراضي قبيلة الأوسيج عند محطة قطر فيرفاكس. وأول ما بينزل بيكون في واحد من الأوسيج اسمه هنري روان مستنيه، وبيسلم عليه وبيقول له إنه هياخده لعمه هيل لأنه مستنيه. وفعلا بيركب معاه أرنست وبياخد باله من أرض كبيرة جدا وفيها ثروة حيوانية كتير. ولما بيسأل هنري بتاعت مين الأرض دي بيقول له بتاعتي. فبيعرف أرنست إن الأوسيج أغنياء جدا. وبعد شوية بيوصلوا عند عمه هيل اللي بيرحب بيه وبيكون مبسوط إنه شافه، خصوصا إن أرنست كان مشارك في الحرب. وأرنست بيسلم على عمه وهو مبسوط، وبيسلم على أخوه بايرن وعمته ميرتل وبنتها ويلي. بعدها بيدخل أرنست يقعد مع عمه هيل وبيقول له إننا هنا عايشين في مزرعة ماشية مش في حقل بترول، وده هيخليك في أمان لأن المشاكل كلها بتيجي من البترول، لأن العالم كله بيدور عليه وطمعانين في الأراضي دي. وبيعرفوا إن الأوسيج ناس طيبين لكنهم عندهم أمراض مزمنة وده بيسبب لهم وفيات كتير. بعدها بيسألوا هيل عن الإصابة اللي حصلت له، فبيقول له أرنست إنها إصابة في المعدة. فبيفهم عمه إن الإصابة دي مش هتسمح له إنه يشيل حاجات تقيلة أو يعمل أعمال شاقة، علشان كده بيقول له إنه هيشتغل معاه سواق. وبيقول له إنه مش عايز أي نوع من المشاكل علشان ما يسببلوش إحراج، وده بسبب إن هيل يبقى نائب العمدة. وأرنست بيوعده إنه مش هيعمل له أي مشاكل. وقبل ما يمشي بيديله هيل كتاب عن شعب الأوسيج وبيطلب منه يقراه كويس ويحلله ويعرف أكتر عنهم. بعدها بنشوف واحدة اسمها مولي كايل وهي قاعدة مع مسؤول المالية في المدينة علشان يسألها صرفت الفلوس بتاعتها في إيه. ومولي بتقوله إنها مريضة بالسكر وبتتعالج منه، وبتعرفه إنها عملت عملية جراحية الشهر اللي فاتت وده اللي خلص الفلوس بتاعتها. فبيقول لها إن معاه فواتير بتقول إن مامتها بتصرف فلوس كتير على اللحمة عند البقال، ودي حاجة أكبر من احتياجها بكتير ولازم تقلل مصاريفها شوية هي كمان. وبعد ما بتخلص بتخرج بره وبيقابلها أرنست وبينادي عليها وبيسألها لو كانت عايزة تاكسي يوصلها، فبتروح تركب معاه. وقبل ما تركب بيجي واحد اسمه كيلسي موريسون وبيسلم على أرنست وبيكون عارفه لأنهم كانوا مع بعض في الحرب، وبيكون معاه مراته كاثرين. بعدها بيروح أرنست مع مولي للكنيسة، ولما بتخلص بيرجعها البيت تاني. ولما بيرجع البيت وبيحكي لعمه بيقول له إنه يعرفها ويعرف مامتها ليزي، وبيعرفوا إنها كانت مخطوبة لمات ويليامز لكنهم انفصلوا عن بعض. وبيبدأ هيل يقول له إن العيلة بتاعت مولي عندهم أراضي بترول كتير، وبيعرفوا إن مولي هتورث جزء كبير من الأراضي دي لما مامتها ليزي تموت. علشان كده هيل بيشجع أرنست إنه يتجوز مولي علشان ياخد الفلوس بتاعتها دي كلها وتكون من نصيب العيلة. وتاني يوم بيبدأ أرنست فعلا يقرب من مولي وبيتعرف عليها أكتر لما بيوصلها بالعربية. وفي نفس اليوم بالليل بيفضل يقرأ ويدرس أكتر عن قبيلة الأوسيج، وبيعدي عليه أخوه بايرون ومعاه واحد اسمه بلاكي تومسون، وبيروحوا هما التلاتة مع بعض وهما متنكرين علشان يسرقوا راجل غني من الأوسيج وبياخدوا الفلوس والمجوهرات اللي معاه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف أرنست لما بيقابل مولي مرة تانية وبيوصلها لحد البيت، والمرة دي بيكون واضح على مولي إن هي كمان بدأت تعجب بيه وبتديله قبعة يلبسها وبتقوله إن دي شكلها أحلى، وبتكون دي القبعة المشهورة لشعب الأوسيج. ولما بياخدها منها وبيشكرها بتطلب منه إنهم يدخلوا ياكلوا مع بعض، وفعلا بيدخل معاها وبتقوله إنها عايشة مع مامتها ليزي وإنها مريضة، وبتعرفه إن هي كمان مريضة بالسكر علشان كده مش بتاكل كتير لأنها بتخاف إنها تتعب. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن هيل عم أرنست واللي لقبه الملك، وبتسأله إذا كان بيخاف منه ولا لأ، لكن أرنست بيقول لها إنه مش بيخاف منه، إنه بيحبه. وبتكون الدنيا بتمطر علشان كده بيضطر أرنست إنه يفضل قاعد وقت أطول. وتاني يوم بيروح على الكنيسة وبيقابل واحد اسمه بيل سميث وبيقوله إنه يبقى جوز ميني أخت مولي. وبعد ما بيخلصوا بتكون في احتفالات وكل القرية بتحضرها، وبتقعد مولي مع إخواتها البنات وبيقولوا لها إن أرنست شكله وسيم بس هما مش مرتاحين له. وميني بتقول لها إنها شاكة إن أرنست طمعان في فلوسها، فبتقول لها مولي أنا
عارفة إنه أكيد عايز الفلوس، لكني عارفة برضه إنه بيدور على الاستقرار جنب الفلوس، علشان كده أنا معجبة بيه. فبترد عليها أختهم آنا وبتقول لها إنها معجبة بأخوه بايرن لأن شكله وسيم برضه بس أذكى من أرنست، وبيفضلوا كلهم يهزروا مع بعض. وبعد شوية بيروح أرنست يقابل مولي وبيقول لها إنه بيحبها وبيطلب منها الجواز، ومولي بتقوله إنها موافقة وبتكون فرحانة جدا. وعلى طول بيروح أرنست يقول لعمه هيل إنه قرر يتجوز مولي، وفعلا بيتجوزوا هما الاتنين وبيكونوا كل السكان فرحانين بيهم. وهيل بيقول لهم إنه يعرف مولي وإخواتها من أيام ما كانوا أطفال صغيرين، وإن باباهم كان صديقه، وبيبارك لأرنست ومولي على الجواز. وبيروح علشان يطمن على ميني أخت مولي واللي بيكون واضح عليها إنها مريضة جدا، وبيقول لها هيل تكلمه لو احتاجت أي حاجة، وبيعرفها إنه هيساعدها في العلاج بتاعها. لكن بعد فترة بنشوف إن ميني تعبت أكتر لحد ما ماتت، وإخواتها ومامتها بيكونوا زعلانين عليها جدا. وبيروح أرنست علشان يقعد في البيت معاهم ويواسيهم، لكن بيل جوز ميني بيقوله إنه ممنوع يكون هنا وقت وفاتها لأن التقاليد بتقول كده، بس بتكون طريقته حادة مع أرنست، وده بيخلي أرنست يتضايق منه، لكنه في النهاية بيسمع كلامه وبيخرج بره. ولما بيخرج بيقابل عمه هيل، وبيفضل هيل يقوله إن بيل ما كانش واخد باله من ميني كويس ومش بيديها الأدوية في مواعيدها، وبيكون شاكك إن بيل كان بيعمل كده وهو قاصد علشان يخلي ميني تموت وياخد الفلوس والأراضي بتاعتها. وبيفضل هيل يقول لأرنست إن الأراضي دي من حق إخوات ميني ومن حق مولي مراتك، يعني من حق العيلة بتاعتنا. فبيقول له أرنست إن مامتهم ليزي لسه عايشة، لكن هيل بيقول له إن شعب الأوساج مش بيعيش لأكتر من 50 سنة بسبب الأمراض المناعية المنتشرة عندهم، يعني تقدر تعتبرها ميتة لأنها كده كده مريضة، وكده مش متبقي غير مولي مراتك وريتا وآنا إخواتها. وبيقول له إن آنا على طول معاها مسدس في الشنطة بتاعتها لأنها على طول بتسهر في حانات وبتسكر وبتعمل مشاكل لنفسها، وممكن برضه تموت لأي سبب من دول، سواء الشرب أو المشاكل اللي بتعملها، وممكن حد ينتقم منها. وبعد شوية بنشوف ليزي مامة مولي وهي تعبانة، وبتكون مولي موجودة معاها. وفي الوقت ده ليزي بتشوف بومة داخلة البيت، ولما بتروح مولي علشان تطمن عليها بتكون ليزي متضايقة منها وبتقول لها إن هي وأختها ميني كانوا السبب إن دمهم يتحول للون الأبيض بسبب إنهم اتجوزوا أمريكان، وبتعرفها إنها كده كده خلاص هتموت لأنها شافت بومة داخلة البيت، والبومة معناها إن الموت بيقرب. وبتقول لها تمشي من قدامها وتجيب آنا تقعد معاها، وفعلا بتيجي آنا لكن بتكون مش في وعيها بسبب إنها كانت بتشرب طول الليل، ومولي بتتخانق معاها بسبب كده. فبتقول لها آنا إنها كانت نايمة ولسه ما فاقتش وهي اللي صحتها. بعدها بتدخل آنا على البيت، وبسبب إنها مش في وعيها بتروح تقول لبايرن إنها بتحبه وإنه هيتجوزها غصب عنه، لكن بايرن بيقول لها إنه مش بيحبها ومش هيتجوزها. فبتضايق منه وبتقول له إنها غلطانة إنها فكرت فيه، والاتنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وساعتها بيسيبها بايرن وبيروح يتكلم مع بنت تانية من اللي في البيت من طاقم الخدم، فبتتضايق آنا أكتر وبتقول له إنها هتنتقم منه. وساعتها أرنست بيدخل وبيفضي الخناقة اللي ما بينهم. وبعد شوية بنشوف أرنست وهو قاعد مع بايرن، والاتنين بيتكلموا عن واحد اسمه تشارلز وايت هورن، وبيقولوا إنهم لقوه مقتول لكن مش عارفين مين ممكن يكون عمل كده. ولما الدنيا بتهدى شوية بيروح أرنست وبيطلب من آنا إنها تيجي معاه علشان هيخلي بايرن يوصلها البيت. وبتكون آنا في الوقت ده قاعدة مع مامتها وبتقول لها إنها المفضلة بالنسبة لها علشان لسه ما اتجوزتش واحد أمريكاني زي إخواتها. وبعد ما بتخلص كلام معاها بتنزل وبتركب العربية مع بايرن وبتمشي. وتاني يوم بتكون مولي قاعدة بتفطر، وبيجي لها مأمور اسم الشرطة وبيقول لها إنهم لقوا جثة آنا، وبيطلب منها تيجي معاه علشان تتعرف على الجثة. ولما بتروح وبتتأكد إنها جثة أختها بتنهار وبتكون مش مصدقة نفسها، وبسبب كده بيتجمع كل قادة القبيلة وبيقولوا إن في خلال يوم واحد لقوا جثة 2 من أفراد القبيلة بتاعتهم وهم تشارلز وآنا، وبيقولوا إنهم مستهدفين ولازم يلاقوا اللي عمل كده بنفسهم لأنهم طلبوا من الحكومة الأمريكية قبل كده إنهم يساعدوهم لكن محدش عمل حاجة. وبيقول واحد من زعماء القبيلة إن مولي مخصصة مبلغ مالي للي يقدر يساعد إنه يلاقي القاتل، لكن في الوقت ده بيتكلم هيل وبيقول إنه مستعد يساعد في أي حاجة ممكن تكشف مين الجاني.
وبيقول لهم بما إن ال25 عيلة الأصليين لشعب الأوساج موجودين هنا في القاعة دي، يبقى لازم يختاروا واحد منهم علشان يسافر لواشنطن ويتكلم مع الحكومة. وفعلا بيختاروا واحد اسمه بارني ماكبرايد علشان يقوم بالمهمة دي. وبعد ما الجلسة بتخلص بيخرج أرنست ومولي وبيتفاجئوا بيل جوز ميني وهو مع ريتا أخت مولي، وبيقول لهم بيل إن هو وريتا قرروا يتجوزوا لأنها كانت معاه وبتواسيه من وقت ما ميني ماتت، وحبوا بعض وقرروا يعيشوا سوا على طول. وطبعا بيفهم أرنست إن بيل عايز ياخد نصيب ريتا زي ما أخد نصيب ميني في الأراضي. وبعد شوية بيروح أرنست علشان يخلص إجراءات الدفن وبيشتري تابوت لآنا، وبيقعدوا مع المحامي اللي بيقول إن نصيب آنا في الأراضي اللي فيها حقول بترول هيروح لمولي وريتا ومامتهم ليزي. ومولي بتخرج من عند المحامي وبتقول إن جواها طاقة غضب كبيرة وعايزة تقتل كل الأمريكان البيض اللي تقابلهم في وشها لأن هم اللي قتلوا أختها آنا. وبتروح عند محطة قطارات فيرفاكس وبتقابل واحد اسمه برنيز بيقول لها إنه محقق خاص وجاي علشان يساعدها. وفي الوقت ده بنشوف بارني ماكبرايد في الفندق قبل ما يمشي، وبتجيله رسالة مكتوب فيها يوقف اللي بيعمله ده. وأول ما بيخرج بيقابلوا 2 ملثمين وبيخلصوا عليه قبل ما يسافر واشنطن. وبعد شوية بنشوف مولي وأرنست وهم قاعدين مع المحقق برنيز اللي بيقول لهم على اللي وصل ليه لحد دلوقتي، وهو إنه اتأكد إن بايرن وصل آنا لحد البيت لأنه راح البيت ولقى الشنطة بتاعتها هناك، وأكيد بايرن مش بيكذب. وبيقول لهم إنه شاكك في بيل سميث اللي كان متجوز ميني ودلوقتي متجوز ريتا، وإنه ممكن يكون عايز يستحوذ على فلوس العيلة كلها، فقتل آنا علشان يزود نصيب مراته علشان لما يخلص عليها هي كمان يكون أخد نسبة أكبر. وبيقول لهم إن آنا كانت حامل وهو عرف كده من سواق اسمه جون هو اللي وصلها للمقابر لما كانت رايحة تزور ميني. وعلى طول بيروح أرنست وبيقول لعمه هيل على اللي عرفه، فبيسأله هيل لو كان حد جاب سيرة بايرن بحاجة وحشة ولا لأ، لكن أرنست بيطمنه إن محدش شاكك في بايرن. فبيطلب هيل منه إنه يروح لبلاكي تومسون ويطلب منه اللي اتفقوا عليه. وفعلا بيروح أرنست لبلاكي وبيقوله إنهم عايزين يخلصوا من ريتا وبيل سميث، وبيعرفوا إن لو ريتا ماتت هي وجوزها فده هيخلي الفلوس كلها تروح لليزي، ولما ليزي تموت مش هيكون ليها وريث غير مولي مراته. وبيعرفوا إنه يقدر ياخد الفلوس اللي هيلاقيها مع بيل نفسه، وبيعرض عليه كمان عرض يجيب منه فلوس. وبيقول له أرنست إنه مأمن على عربيته مبلغ كبير، علشان كده بيطلب من بلاكي إنه يسرق العربية ويخليها معاه، وأرنست هيبقى يصرف مبلغ التأمين بعدين. وفعلا بلاكي بيعمل كده وبيسرق العربية. وبعد شوية بيروح أرنست ومولي علشان يكشفوا عند الدكتور وبيديهم أنسولين، وبيقول لهم إن دي حاجة نادرة جدا لعلاج السكر ولازم تاخد الحقن بتاعتها بانتظام. وبعد شوية بنشوف إن الشرطة بتقبض على بلاكي بتهمة سرقة العربية. وتاني يوم بيروح هيل يزور أرنست وبيطلب منه يجي معاه، ولما بيروح معاه بيفضل هيل يضرب فيه وبيقوله إن التصرفات بتاعته دي ممكن تضر العيلة بتاعتهم. وبيعرفوا إنه اتفق مع بلاكي من دماغه إنه يسرق العربية وممكن يعترف عليه ويروح في داهية وشركة التأمين ترفع عليه قضية. وبيفضل يقوله يتصرف مع المحقق الخاص اللي مولي جابته علشان يحقق في قضايا القتل لأنهم مش عايزين شوشرة. وأرنست بيوعده إن ده مش هيتكرر تاني وإنه مش هيعمل حاجة من دماغه بعد كده. وبعدها على طول بنشوف 2 بيهجموا على المحقق برنيز وبيخلصوا عليه في أوضته. بعدها بيروح هيل وأرنست علشان يتفقوا مع واحد اسمه هنري وبيقولوا له إنهم عايزين واحد يخلص لهم مهمة خطيرة، فبيقول لهم على شخص اسمه آيسي وبيقول لهم إن ده أحسن واحد بيستخدم المتفجرات في البلد كلها. وبنشوف إن آيسي كان متعود يسرق خزن البنوك باستخدام الديناميت، فبيقول له هيل إن ده الراجل المطلوب للمهمة. وبعد شوية بنشوف 2 أطباء جايين البيت عند أرنست علشان يدوا حقنة أنسولين لمولي، لكنها بتكون رافضة وبتقوله إنها مش عايزة تتعالج علشان خايفة. وساعتها بيطلب منهم أرنست إنهم يستنوا بره شوية، وبيفضل يزعق لمولي وبيقول لها إنها مش مقدرة الهدية اللي هيل بعتها ليهم، وبيعرفها إن في 5 بس في العالم كله بيتعالجوا بالأنسولين ولازم تاخده علشان تخف، وده دواء جديد مش موجود عند حد، لكن هيل قدر يوفره لهم. ومولي بتقتنع وبتوافق إن أرنست هو اللي يديها الحقنة. وبعد شوية بنشوف هنري رون اللي استقبل أرنست أول ما جه وبيكون مع هيل عند الدكتور وبيقول له إنه بيمر بمرحلة اكتئاب وعايز ينتحر بسبب إن مراته عرفت راجل تاني، لكن الدكتور بيهديه وبيقول له يتمالك أعصابه وما ياخدش قرار زي ده. فبيقرر هنري إنه يروح يضرب الراجل اللي مراته عرفته ده، وساعتها بيروح على اسم الشرطة وهيل بيروح يخرجه من هناك. وبيقول لأرنست
إنه دافع لهنري فلوس كتير وما ينفعش يموت قبل أول السنة الجديدة، ولحد ما أول السنة يجي فلازم يحافظوا على حياته وبعد كده يبقوا يخلصوا منه علشان ياخدوا الأراضي بتاعته لنفسهم. وبعد شوية بنشوف إن ليزي المرض بيزيد عليها وبتموت، وكل القبيلة بتحضر العزا بتاعها وبيكونوا زعلانين جدا عليها. وفي نفس اليوم بالليل بتتجمع العيلة كلها عند هيل في البيت علشان ياكلوا مع بعض، ومولي بتكون متضايقة وبتفضل تقول إنها لازم تعرف مين اللي قتل آنا، وبتعرفهم إنها جابت محقق خاص لكنهم لقوه مقتول، وبتكون شاكة إن في حد متربص للعيلة بتاعتها وعايز يخلص عليهم كلهم. وبعد شوية بيروح هيل يقعد مع أرنست وبيقول له إن الوقت جه ولازم يخلصوا من هنري رون علشان ياخدوا الفلوس والأراضي بتاعته، وأرنست بيقول له إنه هيتصرف في الموضوع ده. وعلى طول بيروح أرنست لجون وبيتفق معاه إنه يقتل هنري رون، وفي المقابل هيديله عربية مكشوفة وهيديله فلوس كتير. وفي الأول بيكون جون رافض، لكن لما بيعرف إن هنري رون من قبيلة الأوسيج بيوافق، لأنه في البداية كان فاكره أمريكي وكان رافض يقتله. وفعلا بيبدأ جون يقرب من هنري ويتصاحب عليه، والاتنين بيخرجوا وبيسهروا مع بعض لحد ما بتيجي اللحظة المناسبة اللي جون بيخلص فيها على هنري. وبعد ما بيخلص بيروح يدي المسدس لأرنست وبيقول له إنه نفذ المطلوب منه وبيمشي. لكن في نفس اليوم بالليل بيروح هيل وبيفضل يتخانق مع أرنست وبيقول له إنه غبي وهو غلطان إنه سابه يتصرف لوحده من البداية، وبيعرفه إن هنري اتضرب بالنار في راسه من ورا، وكده هيبان للناس كلها إنها جريمة قتل والشرطة هتحقق في الموضوع. وبيفكروا إن الجرايم اللي بيعملوها كلها لازم تبان إنها انتحار، والمفروض إن جون كان ضربه من قدام وساب المسدس جنبه وخلاه في إيد هنري علشان الناس تصدق إنه انتحار. فبيقول له أرنست إن ده اللي قاله لجون بالظبط، وبيكون مش عارف هو عمل ليه كده. وبيفضلوا يتمشوا بالعربية هما الاتنين وبيشوفوا إن السكان كلهم بيلموا حاجاتهم علشان يسيبوا القرية بعد ما جرايم القتل زادت الفترة الأخيرة، والسكان بقوا خايفين إن الدور يجي عليهم. وتاني يوم بنشوف إن مولي ولدت وكل القرية بيكونوا فرحانين بالطفلة الجديدة واللي سموها آنا على اسم أختها. وبعدها بيروح أرنست مع مولي علشان يزوروا ريتا وبيل في البيت، وبيل بيتعامل مع أرنست بطريقة وحشة، ولما بيسأل أرنست ليه متوتر بيقوله إنه مش متوتر ولا حاجة، وبيعرفه إنه مش بيحبه ولا بيحب الطريقة اللي بيتكلم بيها. وساعتها بيقوله بيل إنه يقدر يخلص عليه، وبيسكت شوية وبيقوله أنا نسيت صحيح إن دي مهمة أخوك بايرن وهو اللي بيخلص على الناس. وطبعا أرنست بيضايق منه وبيقرر يسيبه ويقوم. وتاني يوم بيروح هيل وبيقابل أرنست وبيقوله إن الوقت جه إنهم يخلصوا من بيل سميث، وبيطلب منه يدور على ايسي ويقول له على المهمه دي. فبيقول له ارنست انه مش عارف مكان ايسي وما تعاملش معاه قبل كده، وساعتها بيقول له هيل انه يقدر يدور على جون وهو اللي هيوصله لايسي. وفعلا بيروح ارنست يدور على جون وبيطلب منه يقول لايسي يخلص على بيل، لكن جون بيكون رافض وبيقول له انه مش عايز ينفذ ليه هو وعمه مهام تانية، وبيعرفه ان مراته تعبانه الفتره دي وهو جنبها. وساعتها بيقول له ارنست انا كمان مراتي تعبانه وبنفذ مهمات عمي، وبيعرفه انه لازم يتصرف بدل ما عمه يعرف ويزعل منه. وفعلا بيروح جون للفندق اللي قاعد فيه ايسي وبيقول له على المطلوب منه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ارنست ومولي وهما بيستعدوا للنوم، وفجأة بيحصل انفجار قوي جدا ومولي بتجري على اولادها علشان تنقذهم، وارنست بيجري في الشارع علشان يعرف ايه اللي بيحصل، وبيتفاجئوا ان البيت اللي فيه بيل وريتا انفجر وهما الاتنين ماتوا. والمشهد بيكون صعب جدا حتى على ارنست نفسه. وطبعا لما مولي بتعرف بتنهار لان ريتا هي اخر واحده متبقيه من عيلتها اللي كلهم ماتوا ورا بعض، وبسبب كده بتقرر انها تسافر بنفسها واشنطن وتقابل الرئيس وتطلب منه انه يبعت حد يعرف مين اللي عايز يخلص على شعب الأوسيج. وفي الوقت ده بيكون أرنست عند الدكتور مع عمه هيل، والدكتور بيقول لأرنست إن مراته لو ما خدتش العلاج في ميعادها هتموت هي كمان. وهيل بيفضل يتكلم مع أرنست ويقول له إنه لازم يدي الأدوية بتاعت مولي في ميعادها ويهتم بيها. وبنشوف إن مع الوقت بدأت مولي تتعب أكتر ويبان عليها علامات المرض، ولما بتشوف البومة في الأوضة عندها بتعرف إنها قربت تموت هي كمان وبتكون فاقدة الأمل. وفي الوقت ده بيجي واحد يخبط على بيت أرنست وبيقول
له إن اسمه توم وايت من مكتب المباحث الفيدرالية، وبيعرفوا إنه جاي بتكليف من الحكومة الأمريكية علشان يحقق في اللي بيحصل هنا، وبيكون عايز يتكلم مع مولي. لكن أرنست بيقول له إن مولي تعبانة جدا ومش هتقدر تتكلم معاه دلوقتي، وبيطلب منه يعدي عليهم مرة تانية. وبعدها بيروح أرنست وبيقول لعمه هيل إن في محقق جاله البيت وبيعرفه إنه خايف، لكن عمه بيفضل يقول له ما يقلقش وهو هيتصرف، وبيطلب منه يتمالك أعصابه علشان محدش يشك فيه. وبعد شوية بنشوف المحقق توم وهو بيتكلم مع كل أهالي القرية وزعماء القبائل، وبيطلب منهم المساعدة، وهم بيقولوا له إنهم مستعدين يعملوا أي حاجة علشان يعرفوا مين اللي بيعمل فيهم كده، وبيكونوا متأكدين إن كل اللي بيحصل ده بسبب البترول. وبعد ما توم بيخلص معاهم بيروح علشان يقابل هيل، وبيكون هيل عند الحلاق، وبيقول له توم إن في أكتر من 25 ل 30 قتيل لحد دلوقتي ومحدش عارف مين اللي عمل كده. فبيقول له هيل إنه مستعد يتعاون معاه ويقول له على اللي هو عايزه، بس المكان ده مش المكان المناسب اللي يتكلموا فيه، وبيقول له يعدي عليه وقت تاني أو لو مستعجل ممكن يروح للمأمور أو للقاضي يتكلم معاهم. بعدها بيروح هيل يتكلم مع بلاكي وبيطلب منه سرقة بنك، وبيعرفه إن ده هيكون التعويض عن اللي عمله معاه أرنست. وفعلا بيروح بلاكي يسرق البنك، وهناك الشرطة بتوصل وبتقتل اللي كان معاه وبيقبضوا عليه. وبعد شوية هيل بيروح يقابل واحد اسمه بوب، وبيقول له يخلي باله من المحل بتاعه لأنه سمع إن في حرامية هيجوله النهاردة الساعة 11 بالليل. وبعد ما بيخلص معاه بيروح يدي فلوس لآيسي وبيشكره على اللي عمله معاه، وبيقول له إنه عنده مهمة النهاردة وهي إنه يسرق محل بوب الساعة 11. وفعلا بيروح آيسي واللي معاه، وبوب بيخلص عليهم والباقيين بيهربوا. وبيكون هيل عمل كده قاصد علشان يخلص من كل اللي نفذوا ليهم مهمات الفترة الأخيرة ويكون مفيش عليه أي دليل. وتاني يوم بيكون أرنست في محل بيلعب بلياردو، وهيل بيروح له هو وبايرن وبيطلبوا يتكلموا معاه شوية، وبيفضل هيل يقول لأرنست إن لو أي حاجة حصلت وحد قبض عليه ما يتكلمش عنه خالص لأنه هو الوحيد اللي هيعرف يخرجه، وبيعرفه إنه لو اتكلم وقال على اسمه لأن ده هيضر بالعيلة كلها، إنما لو سابه بره من غير ما يتكلم فده هيديله فرصة إنه يستخدم علاقاته وينقذه. وساعتها بيقلق أرنست وبيسأله لو كان سمع أخبار أو حد اعترف عليه ولا لأ، فبيقول له هيل إنه ما سمعش حاجة لكن هو حب يحذره مش أكتر، وبيسأله لو كان متابع على الأدوية اللي اداها المولي ولا لأ، فبيقول له أرنست إنه متابع عليها بس هو حاسس إنها مش بترتاح بسببها وإنها بتتعب أكتر، فبيقول له هيل إنه لازم يكمل على الأدوية كلها وهي هترتاح. وبعد شوية بنشوف المحقق توم وبيكون مجتمع مع محققين تانيين موجودين في المدينة من غير ما حد يعرف، وواحد منهم بيقول لهم إنه قعد مع شخص عجوز وقال له إنه شاف أنا وبايرن ومعاهم كيلسي وكانوا ماشيين مع بعض بالعربية، وبيقول لهم إن كيلسي بيهرب مخدرات وخمور من غير ما حد يعرف، وعلى طول بتروح الشرطة وبتقبض على كيلسي اللي بيكون عند المحامي علشان يعرف هياخد الأرض بتاعت مراته اللي ماتت ولا دي من حق أولاده. وأول ما بيخلص وبيخرج بيتفاجئ بالشرطة في وشه وبيقبضوا عليه، وبيقول لهم إنه هيعترف على كل حاجة عن بايرن وأرنست. وفي نفس اليوم ده بنشوف أرنست وهو بيدي الحقنة لمولي وبيجرب إنه ياخد من الجرعة دي علشان يعرف مفعولها إيه، وبيتفاجئ إنه بيتعب جدا وبيكون مش في وعيه، وبيعرف إن عمه كان بيديله الحقنة دي علشان يديها لمولي وتخلص عليها وياخدوا الأراضي بتاعتها بما إنها بقت الوريثة الوحيدة للعيلة دلوقتي. وتاني يوم الصبح بيتفاجئ إن الشرطة بتيجي تقبض عليه وبياخدوه على القسم، وأرنست بيكون لسه مش فايق ومش متزن بسبب مفعول الدواء اللي أخده. ولما بيسألوه هو اللي قال لآيسي يفجر البيت بتاع ريتا وبيل سميث ولا لأ، بيقول لهم إنه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده وأول مرة يسمع عنه، والشرطة بتكون مصممة إنها تخليه يتكلم وبتخليه يفضل واقف بالرغم إنه بيطلب منهم كتير إنه يقعد، وبيمنعوه إنه ينام علشان يفقد أعصابه ويتكلم، لحد ما بيقرر المحققين إنهم يعملوا مواجهة بين أرنست وبلاكي اللي كان مقبوض عليه، وبيسيبوهم يتكلموا لوحدهم شوية. ولما أرنست بيسأل بلاكي إيه اللي قاله للشرطة بيقوله إنه قال لهم على كل حاجة واعترف على كل المهمات اللي كان بيطلبها منه هو وعمه. وساعتها بيدخل المحقق وبيتكلم مع أرنست وبيقوله إنه خدم بلده قبل كده في الحرب وهو عارف إن هيل هو اللي بيستغله وعايز يخلص من مراته مولي، وبيديله أدوية مزيفة تتعبها أكتر، وبيفضل يقوله إنه هيقدر يخرج من الجرايم دي لو اعترف على عمه وقال لهم على كل حاجة. فبيقتنع أرنست
وبيبدأ يتكلم مع الشرطة، وأول حاجة بيعملوها إنهم بيقبضوا على جون، وهو كمان بيعترف على أرنست وهيل. وبعد شوية بتروح الشرطة لمولي وبينقذوها بعد ما كانت بتموت، وبياخدوها على المستشفى علشان تتعالج هناك. وفي الوقت ده أرنست بيقول لهم إنه عايز حماية من عمه، لكن بنشوف إن هيل بيعمل حاجة مش متوقعة، وهي إنه بيروح يسلم نفسه للشرطة قبل ما هم يقبضوا عليه. وبعد شوية الشرطة بتسمع أقوال بلاكي مرة تانية اللي بيقول لهم إن هيل طلب منه يقتل أرنست في السجن وهو هيخرجه من هنا، لأن أرنست يعتبر الصندوق الأسود اللي معاه كل الجرايم بتاعة هيل. بعدها بيروح أرنست للمحكمة علشان الجلسة بتاعته، وبيتفاجئ إن في محامي اسمه هامilton بيقول للقاضي إنه مكلف بالدفاع عن أرنست، لكن أرنست بيستغرب مين ده وبيقول لهم إنه أول مرة يشوفه وما يعرفش عنه حاجة. لكن هامilton بيقول لهم إن في خطأ في الإجراءات، وإن موكله بيتعامل بشكل غير قانوني ولازم يخرج بكفالة لحد ميعاد الجلسة اللي جاية. وفعلا بينجح إنه يخرجه، وعلى طول بيروح أرنست يقابل مولي وبايرن، وبيكون مبسوط إن مولي خفت وبقت أحسن من الأول. وبعد شوية بيروحوا كلهم على بيت هيل اللي بيكون لسه محبوس، بس العيلة كلها عاملة اجتماع عنده، وكلهم بيفضلوا يقولوا لأرنست إنه لازم يخرج هيل، ويقول لهم إنه كان بيكذب عليهم لأن هيل هو الوحيد اللي هيقدر يخرجه، وبيعرفوا إن هيل هو المهم لاستقرار العيلة وهو اللي محافظ عليهم، ومن غيره كل حاجة هتبوظ. وبعد شوية بيجي ميعاد الجلسة التانية، والمحكمة بتسأل كيلسي عن اللي حصل في قتل آنا، فبيقول لهم إن هو وبايرن أخدوها للغابة وخلصوا عليها هناك ورموا الجثة بتاعتها. وبيعرف المحكمة إن اللي اتفق معاه كان أرنست وهيل علشان ياخدوا الأراضي بتاعتها. وبتكون مولي قاعدة بتسمع كل اللي بيتقال ده من غير ما تتكلم، وبتكون مصدومة لما بتعرف إن جوزها هو اللي حرض على قتل أختها. وبعد شوية بنشوف إن آنا بنت مولي وأرنست ماتت، ومولي بتكون زعلانة جدا وبتفضل تعيط وبتنهار. ولما الخبر بيوصل أرنست في السجن بيكون منهار هو كمان، وحاسس إن هو السبب في اللي حصل لبنته ده. وهيل بيكون في الزنزانة اللي جنبه وبيفضل ينادي عليه وبيقول له إن ده قدرها وعمرها، لكن أرنست بيكون مش قادر يتكلم. وتاني يوم الشرطة بتسمح له إنه يخرج علشان يدفن بنته، وفعلا بيخرج وبيقابل مولي وبتفضل تبص عليه من غير ما تتكلم. ولما بيرجع السجن بيروح على زنزانة عمه وبيقول له إنه عشان يخرج من هنا ومفيش حاجة تاني تحصل لباقي ولاده يبقى لازم يعترف عليه. وهيل بيفضل يقول له أنا كنت عارف إنهم هيتفقوا معاك تعترف عليا علشان يخرجوك من هنا، بس أنت لازم تفهم إنهم بيضحكوا عليك، وكده كده الأوساج مش هينسوا مين اللي بنى لهم المستشفيات وساعدهم يعملوا طرق للعربيات. هو بيطلب من أرنست ما يسمعش كلام الشرطة ويخليه معاه هو، لكن أرنست بيقول له إنه خلاص أخد قراره وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم في المحكمة بيعترف أرنست بكل حاجة وبكل الجرائم اللي عملها هو وعمه، اللي كان هدفهم منها الاستحواذ عن أراضي البترول وأراضي الثروة الحيوانية من الأول. وبعد المحاكمة بتروح مولي علشان تطمن على جوزها وتزوره، وبتقوله إنها زعلانة على اللي حصل له، لكن أرنست بيفضل يسألها عن ولادهم وبيطلب منها تحافظ عليهم، ومولي بيكون واضح عليها إنها زعلانة جدا. بعد كده المشهد بينتقل لمسرحية إذاعية في برنامج اسمه الجرايم الحقيقية، وهو بيقول إن دي كانت نهاية قصة قتل هنود الأوساج، وبيعرفنا إن الأطباء اللي كانوا بيساعدوا هيل وبيدوا أدوية مسممة لمولي محدش قدر يثبت عليهم حاجة، وبايرن هو كمان ما حصلوش حاجة بسبب إن كيلسي قال في المحكمة إن بايرن خلى آنا تشرب كتير وأنا اللي قتلتها بنفسي. أما هيل اتحكم عليه بالسجن المؤبد بصفته العقل المدبر لكل جرائم القتل دي، لكنه خرج سنة 1947 بسبب حسن السير والسلوك، ومات في دار المسنين وهو عنده 87 سنة. أما أرنست فهو كمان اتحكم عليه بالسجن المؤبد، وبرضه بعد كام سنة أخد عفو وعاش مع أخوه بايرن بعد ما انفصل عن مولي. وأخيرا مولي اتجوزت شخص تاني وعاشت معاه لحد ما ماتت بسبب مرض السكر. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.